السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في برنامج الحريف. النهاردة بقى هنلم كده كل العبثيات اللي حصلت في الموسم ده في الدوري المصري. أول حاجة عاوزين نعرفها هو مين العبقري اللي جت في دماغه فكرة إننا نشفر الدوري المصري، يعني عشان تتفرج عليه لازم تدفع اشتراك؟ معلش يعني على أساس إيه؟ إحنا الدوري عندنا بيتصور بموبايل نوكيا 6600. ماشي، هنقول بنحب الكورة وهنضحيه، بس هندفع عشان نتفرج على مين؟ تخيل كده يا مؤمن إنك دافع اشتراك عشان تتفرج على فاركو وسموحة مثلا. ده أنا لو معايا جنيه فكة وعندي اختيارين، يقع مني أو أدفعه للدوري المصري، هسيبه يقع ويشق طريقه. بصراحة محدش في الرابطة أو اتحاد الكورة يفتكر إن عندنا كورة أصلا. نيجي لتاني حاجة، الزمالك، النادي اللي بيتوقف من القيد كل 3 أيام كأنه ماشي على كورس علاج طبيعي، ويومين ويعلنوا عن صفقة جت منين الله أعلم، تحسهم جابها من الجامع اللي جنب النادي. طب فين إدارة الزمالك من ده كله؟ ليه بتستنوا المصيبة تحصل وبعد كده تفكروا تحلوها؟ مش أسهل نحل المشكلة من بدري؟ وفلوس النادي راحت فين؟ ده مش مركز شباب، ده نادي كبير يا جماعة. ده حتى الراجل اللي عمل السيراميك للنادي ليه فلوس. استنى شوية، كمان يومين نسمع إن الفيفا موقف القيد عشان النقاش اللي دهن النادي ما خدش باقي حسابه. تالت حاجة، الأهلي. معلش انتوا بتجيبوا صفقات كل 3 دقايق، هي مش بالعدد، هي بالكواليتي يا جدعان. نقص بس تجيبوا لعيبة من أمازون، ويجي إمام عاشور يقولك إيه المانع الأهلي ياخد كأس العالم للأندية؟ يا إمام صلى على النبي، مفيش فريق في مصر ولا حتى في الوطن العربي كله هيقدم حاجة جامدة في البطولة دي. إحنا فاضيين والله، أكتر حاجة نعملها هناك سيلفي مع الفرقة. بص حوالينا، بره في كورة، في تصوير محترم، في جماهير، في إدارات بتحترم نفسها، وفي مستوى. إنما هنا المعلق يخليك تكره الدنيا، تحسه شاعر مش معلق. رابع وأخيرا، نرجع لرابطة الأندية يا جماعة، بالله عليكم ما تعرضوش الدوري، ظهرنا وجعنا، حرام. هات لي ميزة واحدة في الدوري المصري، كل نادي بيكتب اسمه على الكورة بتاعته عشان ما تتسرقش ماتشات من غير جمهور، واللي بيحضر حوالي 13 واحد. كله أندية شركات، والهروب من الهبوط بقى بالقانون، بيغيروا اللوائح عشان ما يزعلوش حد. ده احنا كنا أقوى دوري وأقوى منتخب في إفريقيا والعرب، دلوقتي ولا عندنا إعلام كروي محترم، ولا تنظيم، ولا حتى صوت جمهور. احنا عايشين على ذكريات بس الواقع صعب، والعبث مستمر.